أفلام العهد الجديد، هدى سلطان وفريد شوقي، زكي رستم، محمود المليجي. حاجة يعني ناس عظام وتقال بطريقة غير طبيعية. يعني تحط كفاء واحد بس يطب الميزان يعني. يعني فعلا عمالقه كلهم والله، وعمالقه، وكانوا كلهم علامات في السينما. فريد شوقي، زكي رستم، محمود بيجي ده كانت قصه كبيره قوي. على فكره محمود، شوف فريد شوقي بيموت ازاي شغال في البحريه. آه زكي رستم، ومحمود بيجي، محمود بيجي ده كانوا عايزين يعملوه بطل زيه زي فريد شوقي بالظبط، ويخلوه يعمل ادوار، مش الحار بقى او تاجر المخدرات، لا، الشخص الطيب. زي ما فريد شوقي بيطلع طيب في الافلام، وهو اللي بينقذ في الاخر، مش دور الشرير يعني. ف ومع ذلك سبحان الله، يشاء القضاء ان جميع افلام محمود المليجي اللي كان فيها طيب اتسرقت. ازاي ما تعرفش؟ ازاي؟ والله العظيم ثلاثة هذا حصل. وخبوها. كان عامل كميه افلام، انا منزل طبعا اللي متابع معايا في القناه هيشوف ايه كميه الافلام اللي انا منزلها ليه. الرجل المجهول ولا مش عارف ايه، عامل افلام قويه جدا جدا جدا، وقايم بدور راجل محترم، مش قصه اللي تاجر مخدرات ولا لا، مفيش الكلام ده خالص. المهم خلينا في فيلمنا ده النهارده. هي عصابه بتتاجر في المخدرات، وفريد شوقي شغال في البحريه، هيمسك العصابه. وفي نفس الوقت يعني حبيبه مين في اهل البلد؟ زكي رستم. البلد كلها تشهد له بالايه؟ بانه راجل، يعني ايه من الايات، وراجل عارف ربنا، بيصلي الفرض بفرضه وبيصلي معاهم، وراجل يعني باشا. اللي هو مين؟ زكي رستم. زكي رستم تحت ايده مين؟ محمود المليجي. محمود المليجي عايش على قفا هدى سلطان، اللي كانت في الفيلم رقاصه او مغنيه في خماره كده بتاعت زمان. الا عن طريقها بقى ايه؟ عايزين ينتقموا من فريد شوقي، لانه ايه؟ فريد شوقي هيعمل لهم ايه؟ نمره واحد، افسد لهم العمليه الاولانيه بتاعتهم. اتنين، اخو زكي رستم هو اللي قبض عليه. تلاته، ايه؟ قضيه الايه؟ الحمام الزاجل اللي كان فيه بيهربوا فيه بيه مخدرات. يعني كان نسيفهم من كل حته، حبوا يقتلوه. قال ماشي. زكي رستم قال انا في البيت وهخش اقتله بالليل. يوم في الوقت ده كان البت بتعيط، بنته، بنت فريد شوقي. بدل هو ومراته المكان. دخل زكي رستم، قام قال ايه؟ ضارب مين؟ مرات فريد شوقي. لكن فريد شوقي هو اللي عايش. ولما جري ايه، الولايه الخاصه دي هتشوفوها دلوقتي، هي اللي شافته. الداده دي شافته، هي اللي هتعلق عليه يعني، هي اللي عرفته الوحيده يعني. كان عامل الكمامه على وشه. من هنا لهنا هتدور الاحداث ان هو عايز في مجمل الاحداث دي يستولي عليه. فيقول لك ايه؟ طب نزل له، عايزين نزلوه ازاي؟ يقولوا ايه؟ تليفون هاتفي، الو، بنتك ماتت يا فريد شوقي. قال يعني هو راجل في البحريه، وراجل جندي مش عارف ايه، لما يجي يتصل يمسك التليفون، مش السلاح هيحطه على الارض، لازم بيعلق على كتفه. احنا كنا كده كعساكر في جيش، بس مفيش السلاح ما بيتحطش كده خالص خالص. فطبعا ايه، لاجل عيون الفن والجمال والمخرج بيحطوا، ويخليه ينزل السلاح، وبعدين يرد ايه على التليفون، وينسى سلاحه. وعشان كده هيترفد من الايه؟ من البحريه. الى ان ياتي زكي رستم، وهيحاول بقى ايه يعني هو اللي هيحاول ايه؟ يقتل فريد شوقي ويطلعه عن طريقه خالص. هتقطع محاولات لغايه لما يخطف ابنه الصغير، وابنه الصغير هيرجع تاني عن طريق هدى سلطان اللي هتساعده. وعلى ما يمسك محمود المليجي، محمود المليجي هيموت من جدار عازل بينه وبين شقه زكي رستم. وهو اخر الرصاصه، كان في باب، بس ده باب سري محدش يعرفه. وتفضل لغايه ايه؟ لغايه لما الخاصه دي هتشوف ايد زكي رستم وهو بيمد ايده يشرب القهوه.
هتتجن، هتقول هو ده هو ده هو ده. هيقوم طالع وراها زكي رستم وايه، قاتلها، وهو بيقتلها السبحه بتاعته هتفوتها له. الموقف بقى الجميل جميل جميل جدا جدا بقى، اللي احنا لغايه دلوقتي عايشين على الايه، الافيهات دي والحاجات الحلوه. لما يجي زكي رستم بيصلي في الجامع وجنبه فريد شوقي، بيقول حاما يا حاج، قال له حاما يا باشا، قال له امال فين سبحتك يا حاج؟ قال له انا الظاهر نسيتها. قام فريد شوقي يقول له ايه، لا ده انا لميتها لك. كانت متقطعه بقى، البنت مسكت فيها وهو بيقتلها، مسك الحبات بتاعت في، يقوم ايه زكي رستم بقى الحته الحلوه اللي الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي، يعني كمنطق كده هزار يعني. الله اكبر، عايز يصلي تاني يعني. قال له حاسب ده احنا عملناها قبل كده. حته لذيذه من ضمن الايه في الفيلم يعني. هياخدوا ويكلبشوا وهياخدوا ايه ويجوا ورا بعض وبتاع، لغايه لما هيمسك زكي رستم لما ايه يقع في البحر ويرجع تاني لشغله وهيتجوز سيدة سلطان. فيلم جميل جدا جدا جدا، ويعني من الافلام اللي هي العلامه في تاريخ السينما بجد والله. يوسف نبي حمزه ده علامه، وسبحان الله يعني فيلم تسال الكبير والصغير بيحبوه، زي افلام اسماعيل ياسين كده. اسماعيل ياسين ما هوش على قدر الموهبه قوي، لكن كان افلامه بيحبها الكبير والصغير. على فكره عمر الشريف ليه تقرير وحش قوي 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 في حق في حق اسماعيل ياسين. الحلقه الجايه هقوله لكم الكلام يعني سيء للغايه عن اسماعيل ياسين، مع ان اسماعيل ياسين هو كان نجم الليله كلها ونجم الحفله، لكن هنقول لكم المره الجايه وهتسمعوا ازاي اتكلم عليه عمر الشريف وقال كلام يعني باذن الله تسمعوا ايه الحلقه الجايه. ارجو ان يكون الفيلم يعجبكم، الشير، اللايك، ادخلوا على القناه، حبايبكم اصدقائكم، وانا في انتظار تعليقاتكم الجميله. لكن اعذروني عن موضوع الافلام الاجنبيه اللي اتطلبت. قال خلاص مفيش حاجه اسمها اجنبي تاني بعد اذنكم، انا ماشي بخط سير اللي هو الايه الافلام العربي اللي بنتكلم فيها، لكن الاجنبي دي خلاص معلش انا اتلدعت فيها من اليوتيوب. ويا رب يفك الحظر اللي هم عاملوني او القيد اللي اتعامل عليا. امين يا رب العالمين. ان ربنا شاهد انا ايه يعني تعبت قد ايه وطلع عيني وبجد والله بكافح. ارجو منكم يعني دعمي والوقوف معي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع ايه تامر الماضي في قناتكم اللي انتوا عارفينها طبعا، ممنوع من العرض او هتقولوا مسروق من مصر، على اساس الانطباع الاولاني خالص اللي اتكلمنا عليه من زمان من موضوع امن الدوله وسرقه حي مسبيه والكلام من ده. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين.